فيلم سجين الجديد بينحظر من كل السينمات ومن كل المنصات ومن كل المواقع. ليش؟ خليك معي بهذا الفيديو لحتى احكي لك، وبنهاية الفيديو راح اشرح لك كيف فيك تشاهد الفيلم. فيلم سجين الجديد هو فيلم رعب مثله مثل كثير من الافلام الرعب اللي بتنتشر، ولكن ليش هذا الفيلم بالذات لحتى ينحظر من كل السينمات ومن كل المنصات؟ فيلم سجين الجديد هو تكملة لسلسلة افلام الرعب الشهيرة التركية سجين، يلي صار في لها 6 اجزاء، ولكن الجزء الجديد او فيلم سجين الجديد هو مو من انتاج تركي، لا هو من انتاج اندونيسي. وقصة الفيلم بتحكي عن بنت مغرمة بابن عمها المتزوج، مشان هيك بتروح عند كاهن او ساحر لحتى يعمل لها عمل سفلي، لحتى تفرق ابن عمها عن زوجته ويحبها إلها. وبالفيلم استخدموا نوع من انواع السحر او نوع من انواع الطلاسم الحقيقية اللي اسمها سحر التفريق. ومو بس هذا السبب اللي خلى هذا الفيلم ينحظر من كل المنصات ومن كل السينمات، السبب الثاني انهم بداخل الفيلم استخدموا جثث حقيقية لحيوانات ميتة، كلاب وقطط محنطة حقيقية، يعني مو مجسمات، لا حيوانات ميتة عن جد ومحنطينها. والتعويذات والطلاسم اللي استخدموها داخل الفيلم هي تعويذات وطلاسم حقيقية لتحضير الجن، يعني فرصة انك تنأذى او تتعرض للسحر وانت عم تشاهد هذا الفيلم هي فرصة كثير كبيرة. مشان هيك السينمات كلها منعت عرض هذا الفيلم، وكافة المنصات والمواقع كلها حظرت هذا الفيلم نهائيا. ولكن بهذا الفيديو لاصحاب الفضول، اصحاب القلب قوي اللي بيقدروا يشوفوا الفيلم على مسؤوليتهم مثل ما انا شفته على مسؤوليتي، راح اترك لكم رابط مباشر لمشاهدة الفيلم بصفحتي بالبايو، اضغطوا بس على الرابط وراح تقدروا تشوفوا الفيلم كامل من هنيك. ولكن برجع بقول لكم قبل ما تشوفوا الفيلم بدي اياكم تشوفوه على مسؤوليتكم، ما تحملوني اي ذنب بهي القصة. انا جبت لكم رابط الفيلم بس لحتى اموت الفضول عند بعض الناس مشان ما تضلوا تبحثوا وتدخلوا على مواقع فيروس جوالاتكم على الفاضي. ولكن اي مشكله بتصير معكم بعد مشاهده الفيلم انا مالي مسؤول عنها. ولكن بكل صراحه انا حضرت الفيلم والحمد لله انا محصن حالي والحمد لله ما صابني اي اذى. برجع بذكركم اذا بدكم تشوفوا الفيلم كامل وقلبكم قوي رابطه موجود بصفحتي بالبايو.